عمرك اتعاملت مع شخص كبير في السن له مركز مرموق ولقيت تصرفاته وردود أفعاله عليك شبه عيل عنده 10 سنين؟ تبقى بتموت قدامه وهو مش حاسس بيك أو بيقلب الترابيزة عليك. في علم النفس الحالة دي اسمها psychological fixation أو التثبيت النفسي. فرويد فسر الحالة دي وهو إن شخص ممكن يكون كبير جسديا ووظيفيا، بس نموه العاطفي والنفسي اتجمد عند مرحلة الطفولة أو المراهقة. السبب فسرته نظرية الارتباط لجون بولبي على إن الطفل اللي بينشأ في بيئة فيها إهمال وفيها جفاف وفيها حرمان عاطفي بيحصل عنده نوع من أنواع الارتباط الغير آمن، بيبدأ يبني جدار عازل بينه وما بين مشاعره، يعني بيعمل حوالين مشاعره كده جدار، فبالتالي قدرته على التعاطف مع الآخر مش موجودة. وهنا بينطبق عليه مقولة فاقد الشيء لا يعطيه. كمان من الأسباب المهمة الصدمات اللي مر بيها الشخص، أو لو نشأ في أسرة فيها أب وأم غير ناضجين عاطفيا بيبدأ الشخص يكرر نفس السلوكيات الخاطئة اللي هو اتعلمها من الأهل دول في البيئة دي وهو مش حاسس. والخدعة الكبيرة إن الشخص ده علشان يداري ويطمس على الطفل المجروح فبيبدأ يتبنى استقلالية مشوهة، يبدأ يتبنى قوة مفرطة جدا. بتشوف الشخصيات دي من بره أقوياء حاسمين مفيش حاجة بتهزهم، كل ده مجرد قناع وآلية دفاع علشان محدش يكتشف هشاشة الشخص ده أو يحطه في مواجهة عاطفية ما عندوش أدواتها. أوقات كتير الشخص بيقف نموه النفسي بسبب التدليل الزائد، الشخص بيكبر وهو فاكر يا حرام إنه محور الكون، فما بيكونش مر بأي ألم، فالنتيجة إنه بيطلع عنده اعتمادية عاطفية مرعبة، بيدخل العلاقات وهو بيدور في شريك حياته على أم أو أب علشان يشيلوا عنه المسؤولية، وكمان يستحملوا نوبات غضبه الطفولية من غير ما يقدم أي مقابل عاطفي. فالجسم الكبير اللي انت شايفه والعمر الزمني اللي الشخص ده عليه النهاردة هو مجرد قناع لطفل مجروح محبوس جواه. فما تحاولش انك تصحي حد، هو اختار انه ينام جوه قناعه ده وغير معلوم ميعاد خروجه. فيا صديقي، المشكلة مش فيك ولا في ان انت مش كفاية، المشكلة انك بتطلب مشاعر من بنك رصيده صفر.